متجوزه من 3 سنين وربنا رزقنا بعد اول سنه بابننا. حياتنا هاديه، اتجوزنا في محافظه غير اللي اهلنا عايشين فيها، وفي دخله عيد من الاعياد نزلنا بلدنا عشان نقضي معاهم العيد، ومن هنا حياتي اتقلبت. جوزي شغله من البيت، فمتعودين في بيتنا انه بيساعدني اغير لابننا، والليل مقسمينه ما بيننا عشان ابني لسه نومه مش متظبط، فكتر خيره بيسيبني انام شويه عشان اعرف اواصل مع ابني. ده نظامنا واللي متعودين عليه. وسط الكلام قدام اهله بيقول لي نام انت النهارده، معلش ما قدرتش اصحى امبارح اشيله عنك. مامته واخواته قاعدين وسمعوه وفضلوا يهزروا بطريقه كده ان انتوا عاملين شفتات وبتدفع لك كام على كده عشان تشيل عنها، وكلام يبان هزار. المهم ضحكنا والموقف عدى، بس وقتها انا ما حسيتش انه هزار. بعدها مامته كلمته على جنبه وقالت له ازاي تعمل كده، انت تشيل ليه؟ انت راجل وعندك شغل الصبح، مش فاضي للسهر والكلام ده. سمعت كتير من ناس متجوزين راجل وست وهي بتشتغل ساعات اكتر، وهو كمان بيساعدها في البيت وراضي ومبسوط. بس ازاي؟ لا، لازم نحط راينا ونقول له ما تبقاش راجل وما ينفعش. وانا هنا ما بتكلمش على دور الراجل والست، بتكلم عن اتنين ممشيين حياتهم بكتالوج ليهم، مبسوطين بيه وراضيين. ليه نتدخل براينا اللي لا هيقدم ولا هيأخر في بيوت راضيه ومتلصمه؟ وصدقني لو بتقول لنفسك يعني هم كلمتي دول اللي هتقلب الدنيا، يا سيدي كلمتك هتخليهم حاسين ان في حاجه غلط، وان هو كراجل ملوش شخصيه، وان هي كست مقصره ومشيله جوزها تقصيرها. فلو سمحت فلتقل خيرا او